هل الإنجليزي بتاعنا كمصريين وحش؟ تجربتي الشخصية تجربتي الشخصية من خلال 8 سنين تقريبا بستعمل الإنجليزي يوميا، سماع وتحدث وكتابة. بشتغل في أماكن فيها حوالي 7 أو 8 لغاية 10 جنسيات، بنتكلم مع بعض إنجليزي طول الوقت، شغلنا بالإنجليزي طول الوقت. وفي المجال الطبي يعني كل كلمة لازم تكون مفهومة ودقيقة، مش كلام بس ان هو مشي حالك او كلام بالتقريب. في المجال الطبي بكرر ان لازم الكلمة تكون دقيقة. في المجال الطبي او القانوني او كده لازم اكون فاهم زميلي بيقول ايه بالظبط، لازم زميلي يكون فاهمني انا بقول ايه بالظبط. اتكلم على علاجات، على جرعات ادوية، حاجات زي كده توصل حتى لو حد مش متأكد التاني بيقول ايه. لو قلت مثلا للممرضة ادي للمريض 15 ملي جرام من دواء معين، لو هي مش متأكدة بتعيد الرقم بتقول 15. وفي منهم حتى بتقول لي 15، يعني يمكن مختلط على الأمر بين 15 اللي هي 15 و 50 اللي هي 50، فتقول لي 15. عادي بنتقبل، انا وغير بنتقبل حاجة زي كده. يعني احنا كده بنرجع لوسيلة اللغة الاساسية اللي هي التواصل، ان هي تكون فاهمة انا بقول ايه بالظبط وانا فاهم هي بتقول ايه بالظبط. في ملحوظة لاحظتها برضو ان احنا في اللي انا شفته احنا في مصر الوحيدين اللي بندرس لغة اجنبية اولى وتانية. يعني الزملاء اللي انا شفتهم لو باكستاني مثلا بيدرس اللغة الوطنية بتاعته الاردو وانجليزي، ما بيدرسش حاجة تالتة. لو هندي بيدرس هندي وانجليزي، فلبيني بيدرس فلبيني وانجليزي. على حد علمي في الزملاء اللي شفتهم، يعني كنت حريص ان انا اسأل في النقطة ديت، محدش زينا في مصر بيدرس لغة اجنبية اولى وتانية. محدش بيدرس انجليزي وفرنساوي مع العربي، او انجليزي والماني، او زي ما يكون اللغتين دول دي حاجة خاصة بينا. طيب انا متعلم في مدارس حكومية ومتخرج من جامعة حكومية. هل واجهت صعوبة في التواصل طول ال8 سنين ديت؟ الإجابة لأ. هل أنا بتكلم إنجليزي بالأمريكان أكسنت زي ما الكل مركز عليها الأيام ديت؟ الإجابة تاني لأ. خدوا بالكم إن الإنجليزي اللي بنتعلمه في المدارس الحكومية في مصر ده بريتش، ممكن مش هيفرق مع حد أو حد ما يلاحظش الفرق، بس إحنا كان عندنا أستاذ ممتاز ربنا يجازيه عنا خير في المرحلة الثانوية، يعتبر أفضل مدرس إنجليزي شفته في حياتي، أو أفضل مدرس شفته على الإطلاق. هو اللي لفت انتباهنا للنقطة ديت، وفعلا الكتب بتاعتنا بريتش وهو كان بيتكلم ببريتش أكسنت. وحتى لو حد من زمايلنا كان بيشوف كلمة مثلا في فيلم أجنبي أو حاجة ويسأله، كان بيقول له دي البريتش ودي الأمريكان. يقول له تشانس، فرصة، دي بريتش، تشانس دي أمريكان. وفي كلية الطب طبعا كانت الدراسة بالإنجليزي، الكتب إنجليزي وكل حاجة، بس المحاضرات كان بيبقى فيها خليط من الإنجليزي والعربي على حسب المحاضر. في حد بيدخل بيكلمك إنجليزي طول الوقت، حد مزيج من الإنجليزي والعربي. اتخرجت واشتغلت، واما سافرت الخليج انت بتتكلم في مستشفيات، بتلاقي بيوصل الزملاء معاك ممكن يكونوا يوصل لغاية 18 جنسية او ازيد. فاللغة الرسمية في الشغل في الكلام بتبقى اللغة الانجليزية. انت بتتعامل بقى يوميا مع ناس من الهند، باكستان، بنجلاديش، الفلبين، الارجنتين، كوبا، نيجيريا، غيرهم. بنستعمل الانجليزي في الشغل، بنستعمل الانجليزي برا الشغل، يعني برا الشغل احنا اصحاب وزمايل بنتواصل بالانجليزي. طيب نرجع للسؤال الاولاني، هل الانجليزي بتاعنا كمصريين وحش؟ خلينا اقول لك في
أنا مؤمن إن اللغة الأم بتأثر على صاحبها إذا بيتكلم أي لغة تانية. يعني هاتلي حد طول عمرك شفته أو سمعته أو كده غير عربي وبيتكلم اللغة العربية كأهلها. احنا حتى لو حد مش عربي بيتكلم عربي بنقول عليه في مصر عربي مكسر، وبيقبل منه ده مادام انت فاهم هو بيقول ايه وعارف تتواصل معاه. طبيعة البدايات خالص بتاعت اللغة ان هي وسيلة التواصل. اللي لاحظته في نطقنا كمصريين ان مفيش تغيير للحروف. يعني شفت لهجات مش هقول بقى ده من اي جنسية او بتاعه، مش غرض التنمر على حد، بس ده فيديو بس توضيحي. في جنسيات الحروف بتتغير، يعني الاو عند بعض الناس بتبقى في، بدل ما يقولك ون يقولك فن. طبعا اقول جنسيات مش مصريين، في بعضهم الزي الزد بتتنطق اس، يعني بدل ما يقولك زيرو يقولك سيرو. في بعضهم برضو التي اتش بيقولها تي، بدل ما يقولك باثروم يقولك باتروم. دي مش بعتبرها عيوب او بنظر عليهم او كده، دي بس ملاحظات. احنا عندنا كمصريين طريقة في نطق اللغة الانجليزية، ايوه ملحوظة، زي ما عند التانيين. يعني الهندي بيتكلم انجليزي بطريقة معينة، كل الهنود من اول حد زميلنا شغال في مستشفى او عامل في محل او بتاع لغاية رئيس شركة جوجل اللي هو الهندي، وشوفوا بيتكلم المدير التنفيذي او السي او شوفوا بيتكلم ازاي. سندر باتشاي. ومع الوقت اتعودت عليه وبقيت افهمها. اما جه قريب حد من الزملاء من نيجيريا من حوالي سنتين، كنت اول مرة اسمع الانجليزي بتاع نيجيريا، اسمها الويست افريكان اكسنت. في الاول ما كنتش متعود عليه، بس مع الوقت بدأت افهمها. كذلك لما بتسمع الفلبيني بيتكلم انجليزي بطريقة معينة، مع الوقت بتفهمها. او اللي من كوبا او من اوغندا. طيب على مدار الفترة ديت انا ما شفتش حد سواء مصري او غير مصري بيحاول يتكلم بالامريكان اكسنت الا مرة او مرتين تقريبا. واحدة كان الموضوع مبالغ فيه قوي لدرجة كانت دكتورة بتكلم بالامريكان اكسنت ان كل اللي واقفين كانوا سابوا اللي في ايديهم وبيبصوا عليها. الموضوع كان مبالغ فيه قوي. ومرة تانية مسعف كان جايب حالة وكان بيتكلم بامريكان اكسنت، انا ما كنتش فاهمه. يعني انا حاسس ان اكسنت بس ما فيش كلام. اقولها لكم ازاي؟ لو واحد بيعمل اكل عليه توابل، لا ده توابل بس. ده حرفيا اول مرة اشوفها في حياتي، اكسنت من غير كلام. بس عمال يقول لك when I approach the patient I put him like this and I had to go like that. كان بيتكلم كده. انا مش فاهمه لغاية ما قلت له يا اخي انت لسانك عربي كلمنا عربي. طبعا تاني مش غرض الفيديو ده خالص التنمر على حد او التقليل من شأن حد. طيب هل انا بتكلم بالامريكان اكسنت؟ لا. زي ما قلت لكم استاذنا ده كان علمنا وكان بينطق بريتش اكسنت، وكان بيوجهنا بقى الله يمسيه بالخير ان نسمع بي بي سي وورلد الاذاعة، او بعد كده التلفزيون عشان نتعلم لغة. فتاني انا مش بفتعلها، بس الغالب على كلام البريتش اكسنت مش الامريكان زي ما هي الموضة دلوقتي. وفي معظم كلامي الانجليزي العادي اللي احنا بنتكلمه كمصريين في اي مكان. هل انا شايفها مهمة؟ اطلاقا. انا شايف الاهم منها الطلاقة. اي حد سافر برا لو تعليمه زي تعليمي، ممكن لو حد متعلم في مدارس لغات او حاجة زي تانية تكون له خبرة تانية مختلفة عن اللي بقوله. لما بنسافر برا
أو بتبدأ تستعمل الإنجليزي في الكلام لأول مرة بالكثافة ديت، ممكن بتاخد أسبوع أو أسبوعين أما لسانك بالبلدي كده يفك. تمام، يبقى فلوينت. أعتقد دي المهمة. يعني أنت جاي من بلدك بتتكلم عربي طول الوقت، وبعدين جيت لقيت نفسك إنك بتتكلم إنجليزي في الشغل، بتتكلم إنجليزي بره الشغل. أنت عارف إنجليزي ودرست إنجليزي وكل حاجة، بس ما أول مرة تتكلم، فبتاخد وقت على ما تفك. أحب التعبير ده. يقعد أسبوع، يقعد أسبوعين، يقعد شهر، في الآخر تلاقي نفسك تتكلم بطلاقة. هل أي حد في ال8 سنين دول اتعلق على الأكسنت أو حاجة؟ إطلاقا خالص. أنا وجهة نظري المتواضعة إن كل واحد فينا جاي من خلفية ثقافية معينة، بيتكلم طول عمره هندي، أردو، فلبيني، أسباني، زي ما يكون، وبعدين بيجي بيتكلم بلغة تانية اللي هو الإنجليزي. طبيعي، طبيعي جدا. اللغة الأم بيبقى لها تأثيرها على الإنجليزي. طيب، الفكرة اللي مالية النت إن لغتنا المصرية إنجليزي بايظة، وزي فيلم عسل أسود والكلام ده. وجهة نظري برضو إن هي زي الصورة الشائعة من الأفلام، لو حد مش مصري شاف الأفلام المصري هيبقى عنده فكرة المجتمع المصري كله بلطجية ورقصات. فبرضو الميمز والنكت والفيديوهات والنت والكلام ده بيتكلم ان لغتنا الانجليزية مش كويسة. وجهة نظري المتواضعة، لا اعتقد. في مصريين كتير برا للشغل، للدراسة، هجرة، ومتعاملين في مجتمعاتهم والدنيا ماشية. وانا بتكلم كمان عن خبرتي في مجال الدقة مطلوبة. لازم بالظبط اكون فاهم زميلي بيقول ايه، ولازم بالظبط يكون فاهمني انا بقول ايه. لما اتكلم على جرعات ادوية، على علامات حيوية، حاجات بتفرق في التشخيص وفي العلاج. ورغم ذلك ما لقيتش مشكلة عندي من ناحية اللغة، انا او زمايلي. حتى احنا كمصريين بندرس الانجليزي في المدرسة، في الكلية، غيره. انا شفت زملاء ابطال بقى اللي هم درس الطب بالعربي مثلا او بالفرنساوي او كده، ويجي الخليج يبدأ يتعامل بالانجليزي. يعني دول فعلا ابطال. تدرس بلغة معينة وبعدين جاي بتتعامل بلغة تانية خالص. هما ناس بارعين، بارعين في الطب وبارعين في اللغة، كل حاجة. اللغة الإنجليزية على الرغم من قصر الفترة اللي مرسوها فيها. فتخيل رغم صعوبة الأمر ده، يعني هو مثلا واحد بيدرس في المدرسة طول الوقت في الثانوي أو الإعدادي أو الكلية فرنساوي، ويجي يتكلم إنجليزي ويتعامل إنجليزي ويكتب تذاكر المرضى بالإنجليزي وكل حاجة، وبيعملها بكفاءة في فترات قصيرة. فما بالك بقى بحد دارس بقى بالانجليزي من مدارس والكلية وبتاع. فالموضوع مش بالصعوبة ديت. يعني الزملاء عملوها بكفاءة الحمد لله، والدنيا ماشية. طور نفسك زي ما انت عاوز، خد كورسات، اسمع فيديوهات، زي ما يكون اتعود تسمع اللهجات المختلفة، الويست افريكان، الامريكان، السكوتش، الاستراليان، زي ما يكون. بس في الاخر ما تخليش الموضوع محبط ليك، او تكون باصص لنفسك نظرة دونية، ان انا لا اقل، ان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. ان انا اللغة التواصل، اللي فرق معايا انا شخصيا التواصل. اما تتكلم وتسمع وتكتب انجليزي كل يوم ده اللي بيفرق. اللي هيفرق ان الناس تكون فاهمينك وانت تكون فاهم الناس. طبعا بتكلم عن عموم او اواسط الناس. والدافع للفيديو ده اساسا ان دكتور مسافر السعودية بيقول انا عاوز اخد كورسات انجليزي عشان اتكلم وبتاع. كورسات ايه؟ امال انت في الكلية كنت بتدرس، ما انت كنت بتدرس انجليزي في الثانوي والاعدادي وابتدائي، حتى كنت بتدرس انجليزي. مش مشكلة، خد كورسات زي ما يكون، يعني حسن لغتك، مفيش مشكلة خالص. بس تاني، يعني اعتقد النظرة الدونية لنفسنا ده ان ما نتكلمش كويس وبتاع،
لا أعتقد من خبرته المتواضعة إن هي صح. لا أعتقد إن هي صح على الإطلاق. التواصل، استعمال اللغة اللي بيفرق. في بعض الأماكن شفت ناس مثلا، لو أنت في مجتمع حواليك هنود فلبينيين مش عارف باكستان بتبدأ تتكلم. في زملاء راحوا مثلا توزيعهم مثلا بيبقى في مناطق كلهم أولاد عرب ما بيتكلمش إنجليزي. مش عاوز أقول لك يعني بتضيع منه جزء كبير من اللغة يعني عشان قلة الاستعمال. سافروا، اتعلموا، اشتغلوا، حسنوا نفسكم، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. أتمنى يكون عجبكم الفيديو ده. وتاني دي وجهة نظري الشخصية. لو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي تاني قولولي في التعليقات، وقولولي آرائكم برضو، وادعموا القناة باللايك والشير والاشتراك لو حابين تشوفوا فيديوهات تانية من النوعية دي. بالتوفيق ويوم سعيد لكم جميعا إن شاء الله.